كره هجوميه وهنلعب الكره بتاعتنا بتاعت نادي الزمالك. مش هنروح هناك ندافع. احنا الهدف المطلوب من مباراه الذهاب حققناها، وهي الفوز وعدم استقبال هدف، وهو ده يا جماعه مبدا لازم ناخده، لازم يبقى عندنا ان في مباراه النوك اوت او مباراه خروج المغلوب بيبقى الهدف من مباراه الذهاب دايما وانت تلعب على ملعبك ان انت ما يخشش فيك جول، ده مفتاح الصعود، وان انت تكسب. طبعا انا كمدير فني كنت اتمنى ان انا اجيب الجول الثاني والثالث، لكن الهدف حققناه. باثنين مهاجمين ويكون عرف السيد واحد منهم، وممكن يكون علي واحمد جعفر، لسه ما قررناش، لكن هو كان بعيد عن المباريات، لذلك بنعمل له تدريبات اضافيه عشان نزود له الناحيه البدنيه وعشان ياخد ثقه على المرمى. عرف السيد انا بالنسبه لي الفتره اللي فاتت بيتمرن بشكل جيد جدا، ولاعيب خامته طيبه وخامته كويسه جدا ومحتاج بعض المباريات، وهو احد اللعيبه اللي زي ما قلت لكم قبل كده ان انا بحاول اوقفها على رجليها واوصلها لافضل مستوى عشان يكون يعني جاهز للمشاركه في المباريات. طيب هل يعني هم بيعوض ممكن ضعف الافراد على المستوى الدفاعي بان هو منظم جدا دفاعيا، وده اللي احنا شفناه ان هم دفاعيا منظمين جدا. دايما عندهم حلول ان اللعيب بيبقى دايما ما بيسيبوش نفسهم ان هم يبقوا واحد على واحد ورا. هم جم هنا بخطه معينه وبلان ان هو بيحاول يبدا الهجمه وبيحاول يلعب كره على الارض عشان يخرجك من مكانك ويخلق مساحات لنفسه للسرعات اللي عنده في الجزء الهجومي. لكن احنا الحمد لله لعبنا بتوازن جيد جدا، ضغطنا وفي نفس الوقت ما سيبنالوش مساحات ورا ان هو يقدر ان هو يروح للجون. ان انا العب 90 دقيقه قدام فرقه زي دي وان هي ما توصلش الجون الا مره واحده، ده نجاح كبير جدا مننا كفريق. الجزء الحلول الهجوميه بالنسبه لنا بيبقى فيها حاجتين برضه عشان نتكلم من جزء كجهاز فني. بالنسبه لنا احنا بيبقى جزء منها شغل تدريب بنعمله وتحركات بنعملها، وبتبقى امكانيات يعني او مش امكانيات فرديه، حاله فرديه. يعني المفروض وانت بتلعب منظم المفروض ان في لعيبه معينه هي اللي بتصنع لك الفارق، زي حازم امام، زي محمد ابراهيم، زي عمر جابر، زي جعفر لما كان بيلعب. اللعيبه لما ما تبقاش في ال 100% بتاعها او في مستواها، ده اللي ممكن يخلي الشكل على المرمى اقل. انما احنا كفريق قدمنا المطلوب مننا في ان احنا نبقى منظمين دفاعيا، ان احنا نحاول ان احنا نلعب الكوره بتاعتنا وان الفرقه دي ما توصلش للجول. الماتش الثاني هنلعبه باهداف مختلفه، وهنروح هناك نلعب كورتنا برضه، يعني من خلال تشكيلنا ومن خلال الشكل اللي هنلعب بيه هنلعب بشكل هجومي وهنضغط وهنحاول ان احنا نحرز هدف هناك يريحنا باذن الله. طب بوصله بحاجات ثانيه. يعني على سبيل المثال، عارفين مين اخطر لعيب في فرقه الكره اللي لعبها كوم سكور دي؟ اخطر لعيب فيهم مين؟ اخطر لعيب 13 رقم 13 او موجوتو رقم 8 وادي الدفاع. انا افرجكم بقى على الفيديوهات، خشوا اتفرجوا على ماتش السوبر وعلى الفيديوهات بتاعتهم. اخطر لعيب بتاعهم الباك رايت، سريع جدا باك رايت. عشان كده لعبت عمر جابر ان هو عشان يوقفه، عشان هم بيلعبوا ان هم على طول الهجمه المرتده، الراجل الباك رايت ده بيلعبوا عليه. ولو شفت الجولين اللي هم جابوهم في ماتش السوبر في بيترو اتلتيكو هو اللي عاملهم، فعشان كده لعبت عمر جابر عليه عشان يقوم بالدور الدفاعي عليه في الشوط الاول. فانتوا لما بتيجوا تبصوا لحاجات، في حاجات انتوا ما بتبقوش شايفينها، يعني انتوا شايفين ليه ميدو لعب عمر جابر الشمال. انا مش عايز العب عمر جابر الشمال، انا لو عليا عشان ابقى صريح معاكم كنت عايز ابدا بمصطفى فتحي. انا كنت عايز ابدا بمصطفى فتحي، لكن حسيت ان مصطفى مش هيقدر يعمل الدور الدفاعي مع الراجل ده في الكونتر اتاك او البريك اللي هم بيحاولوا يعملوه. عشان كده حطيت لعيب اول حاجه مجهوده البدني عالي جدا، تاني حاجه لعيب راجل وملتزم في الناحيه الدفاعيه، تالت حاجه ان انا مؤمن زكريا ما كانش موجود معايا، يعني الوحيد اللي كان ممكن يعملها لي بشكل جيد برضه هو مؤمن وما كانش موجود معايا. ف يعني برضه بشوف حاجات وانتوا بتتكلموا وبتقولوا ان انتوا بتبصوا دايما للحلول الهجوميه بس، لكن انا كمدرب ببص للحلول الهجوميه وبرضه ببص ازاي اوقف مفاتيح الناس اللي قدامي، ودي دايما انتوا ما بتبصوهاش. يعني صحيح ان انتوا مش دوركم ان انتوا، لكن انا بحاول اشرح لكم ان انا وانا نازل ماتش بيبقى عندي حاجتين، ان انا لازم ابقى منظم جدا دفاعيا واوقف مفاتيح الفرقه اللي قدامي، وفي نفس الوقت ان انا احاول ان انا احرز اهداف وافوز بالمباراه. لكن برضو انا يعني ببص لحاجات كتيره جدا حوالينا والناس بتتكلم وكده. خلينا يا جماعه نبقى واقعيين.
يعني انا مش من نوع الناس اللي انا ايه بقعد اندب واقول انا جاي في وسط الموسم وانا جاي على لعيبه ما اخترتهاش، لا، لكن الحمد لله رغم كل الظروف اللي بتواجهنا احنا لعبنا 7 مباريات، كسبنا 5 وتعادلنا 2 وفي 5 ماتشات منهم ما دخلش فينا جوان. فده بالنسبه لنا كجهاز ده نجاح كبير جدا، واحنا بنشتغل يعني انا برضو ما بحبش اقعد اعيد وازيد واقول ظروف، احنا بنشتغل بالقماشه اللي معانا، يعني بنشتغل بالقماشه اللي معانا. ف يعني معلش برضه فوق يعني ايه، مش عايز اقول اعذرونا، لكن احنا بنشتغل بالقماشه اللي موجوده وبنحاول نطلع منهم افضل حاجه منهم. فسواء من خلال الكلام، سواء من خلال التعامل النفسي مع اللاعبين، سواء من خلال الشغل الفني اللي بنعمله معاهم جوه التدريب. لا بالعكس انا شايف انا درجه الحراره افريقيا لازم نتعامل معاها ونتعامل معاها ان شاء الله بشكل جيد. انا شايف ان احنا كلنا ثقه ان التحكيم هيكون على مستوى جيد باذن الله يليق بمستوى المباراه. اما على موضوع الجمهور، انا شايف ان الجمهور بيمثل ضغط عليهم هم مش علينا احنا. احنا لعيبتنا عندها الخبرات ان هي تلعب قدام الجمهور، الجمهور بيمثل عليهم ضغط كبير جدا، خاصه في ان احنا حققنا الهدف في المباراه الاولى وهو المكسب وعدم استقبال هدف. فالنهارده هو بيلعب قدام جمهوره، الضغط الجمهور بيمثل عليه ضغط ان هو لازم يحرز هدف بدري، وده ممكن يخلق لنا فرص ان احنا نحرز اهداف. طب يا كابتن الفرقه فيها عناصر شابه كتير ما تعرضتش الموقف ده، زي مصطفى فتحي، ياسر ابراهيم، عرفه السيد، انت ممكن تعملوا جلسه تاهيل قبل المباراه ولا انت تعمل جلسه للعيبه كلها ولا الموضوع ده مش احنا على طول على فكره بص، اللعيب اللي ما بيعرفش يلعب قدام جمهور واللعيب اللي ما يقدرش يلعب تحت ضغط ما يستحقش انه يلعب في نادي الزمالك. لعيب نادي الزمالك ليه مواصفات ستاندردز، ليه مواصفات، اهم مواصفاته ان هو يكون عنده الشجاعه ان هو يلعب قدام 50 60 الف. وانا عندي 17 سنه نزلت ماتش مصر والمغرب قدام 130 الف، كنت بلعب ومش خايف وبجري في كل حته ومش هو ده اللعيب اللي هو من السمات اللي احنا عايزينها في لعيبه نادي الزمالك. فهم عارفين كويس جدا ان انا عندي ثقه فيهم حتى اللعيبه الصغيره ان هو لو لعب قدام جمهور هيلعب بلا اي ضغوط وهيلعب بشكل جيد باذن الله. كابتن ميدو لاحظنا في مباراه